انا نجاوبك، ولكن قبل ما نجاوبك بنقول للفلسطينيين والمغاربه شو اليوم اللي شفتوا قطاع غزه تيترمى بالصواريخ من جميع المناطق وانهم استوحدوا، وفي الجانب ديالو كاينين العرب، وفي الجانب ديالو كاين المسلمين، وفي الجانب ديالو كاين مكه المكرمه. فاعلموا ان المغاربه هكذا كانت المغرب مستوحدها في الاطلنطي والمحيط والمتوسط. في الجانب ديالها كاينه اقوى مملكه فوق الارض امبراطوريه، وهي امبراطوريه العثمانيين، ويقصف المغرب من الشمال ومن الجنوب، وتستشهدوا آلاف المغاربة. معركة واد المخازن ماتت، استشهدت 10,000 مغربي وانتصرنا عليهم وماتت فيهم هما 20,000. في معركة 1554 راه قطع رأس مولين الشيخ، وفي المعركة اللي من بعدها ديال واد اللبن راه قتل 5,000 6,000 مغربي والمغاو تيتفرجوا فينا. فكانوا كاليوم، لكانت اليوم تسمى النكبة فلسطين، والنكبة من 1948. فنكبة المغاربة بدأت سنة 1497 عندما سقطت آخر معاقل غرناطة، وسميت النكبة الإسلامية، وسميت كذلك النكبة المغربية، لأن المغاربة سقطت الأندلس وسقطت بالتالي شمال المغرب السلطة ومليلية. فخانونا العرب واحتموا تحت راية العثمانيين وتركوا المغرب من 1500 وهو تتقصف من 1500 وهو يتحارب 5 قرون حتى جات الحرب العالمية الأولى. 500 سنة والمغاربة في حرب، 500 سنة وهما واقفين على رجليهم، وبقات الأرض ديال المغاربة. كذلك فلسطين راه باقا ما وصلش 500 سنه وغتبقى واقفه على رجليها، ولكن شكون اللي خانوها العرب والمسلمين. واليوم تثبتوا انكم خونتوا المغرب كذلك، وتحاميتوا عليه مع الصليبيين في حروب الاسترداد اللي دفع فيها المغرب ثمن. تقصف، كانت اليوم تتقصف غزة غير من إسرائيل، فالمغرب كانت تتقصف من أوروبا كلها ومن البرتغاليين، وتتقصف من العثمانيين بشهادة العثمانيين براسهم. فكان هذا المغرب هذا تيضرب من 3 الجويل. وفاش وقفنا معكم نتوما يا كجزائر ولا نتوما كعرب راه دفعنا الثمن. وراكم عارفين سنة 1844 قصفت الصويرة واستشهدوا 180 مغربي بسبب أنهم قالوا إنما هذا منكر. وسنة يعني في القرن 20 و19 راه خرجنا تنهضروا عليكم في الأمم المتحدة، لكن عندما أنتم أصبح عندكم ميكرو تهضروا راكم قلتوا الصحراء ماشي مغربية، وبسببكم الصحراء المغربية تكلمنا عليها من بعد 1975 فاش رديناها بدون إسرائيل ولا بدون عرب، كما كنا تندافعوا على بلادنا بدون عرب وبدون أي واحد. هادشي تنقول المغاربه يفتخروا بتاريخهم. اما هذا السؤال اللي سولني فيه اين سبته ومليليا، سول جدودك اين كانوا من بعد ما سقطت سبته ومليليا، ومن كان سببا في سقوطها وفي جعل المغاربه كقطاع غزه اليوم. المغاربه كشتو الخريطه راه هكا، كيما المغرب كيما قطاع غزه كانوا المسلمين حداه والعرب حداه، وخصنا اتفاقيات مع اوروبا وشدوا البحر المتوسط في ايالات العثمانيين وخلاو المغرب تيوصلوا حدا الجزائر، ايالات الجزائر العثمانيه، وتيرجعوا للمغرب وبقاو يعطيو مشات العرائش، ضاع الشمال ديال المغرب، ضاع الجنوب ديالو، بقينا نتقاتلوا معاهم، وكنا وحدنا تنتخيدوا، وكنا وحده بنتفرقعوا، وكنا وحدنا تنتقاتلوا. ولا كانت اليوم فلسطين غير 12 يوم 3000، فالمغرب غير 4 أيام 10,000 مغربي ماتوا تستشهدت. فالمغاربه كانوا تيقتلوا بحال الدبان، والمغاربه كانوا تيقاتلوا على بلادهم حتى بقات هذا المغرب اللي شفتوه نتوما واقفه اليوم. فهي النكبه الاولى قبل فلسطين وهالنكبه الثانيه. فاعلموا يا اخوان الفلسطينيين ماشي غير نتوما يتشرب دمكم اليوم، بل شرب دم المغاربه من طرف المسلمين ومن طرف العرب الخونه اللي تخلوا على الاندلس في 1200، فوقفوا معها المرابطون ووقفوا معها الموحدون حتى رجعت، وحتى صلحوا ملوك الطوائف اللي هما العرب الخونه مع بعضهم البعض. فعندما صلحناها رجعوا لها، وعندما خربت هرب كل شيء عليها وخلى المغاربه يدفعوا الثمن في حروب استرداد اللي مسجله دابا عند الاوروبيين كيف قتلوا وكيف تحاربوا وكيف انهزموا مع المغاربه في معركه واد المخازن. فانتم اش قدمتوا للعالم؟ قدمتم الخيانه وقدمتم العزله، انكم تعتزلوا وتخليوا فلسطين تموت وتخلمها. فقضيه المغاربه خاصهم يعرفوها، المغاربه كانت كقضيه فلسطين اليوم، وحاربنا وقاتلنا، وكنا كذلك نحتضن هاد اليهود اللي اليوم تيقول لك واحد هما اللي بيردوا لنا الصحراء. فنعلة الله على المنى.